بيختار بناء على نسبه المطابقه بتاعه كل سي في حسب الوصف الوظيفي اللي هو حاطه. فلو هو ما لقاش المتطلبات اللي هو عايزها، فالسي في بتاعه بيتم فلترته بشكل اوتوماتيك، بشكل تلقائي، وبعد كده يخش يشوف ايه الافضل. فهي اقل نسبه، يعني المفروض حسب النظام نفسه يعني، او الاي تي اس ما بيقلش عن 75%. لو قل عن كده ما حدش بيشوفك اصلا. طب هل كل الشركات بتستخدم نظام الاي تي اس؟ لا. بس هل انت عارف الشركه اللي انت هتقدم عليها بتستخدم نظام الاي تي اس ولا لا؟ برضه لا. فعشان تبقى في السيف سايت، تبقى في المنطقه الامنه، تعمل السي في صح. طب احنا ازاي نعمل السي في؟ السي في يعني الناس تقول لك كانفا، او تقول لك باوربوينت، وناس تقول لك انا بعمله مثلا على ويب سايت كودينج وكده. ده غلط. هو بيتعمل على لور، لانه اصلا اي شركه او الاي تي اس نفسه لما بيشوف السي في بتاعك، هو اللي يهمه المحتوى، ما يهموش انت حاطط تصميم ايه، حاطط صوره ايه، حاطط جرافيكس ايه، والحاجات دي كلها. يهمه يلاقي الكلمات المفتاحيه والحاجات اللي هو عايزها. تمام. فالسي في انت المفروض تحط فيه القيمه بتاعتك وتقول انا هعمل ايه فيه. تمام. حسب الشركه هي مطالبه ايه. في عندنا 3 انواع للسيره الذاتيه. حاجه اسمها التسلسل الزمني، ده اللي هو الاكثر يعني شيوعا للناس الخبره، والناس اللي عندها سنين كتير خبره، والناس ممكن تغير الشغل بتاعها، فده الاكثر استخدام. الفانكشن ده مناسب جدا للطلبه حديث التخرج، واللي عندهم جاب مثلا في السيره الذاتيه بتاعتهم، ساب الشغل مثلا بقاله فتره وحب يرجع تاني للشغل. تمام. فقرر ان هو يقدم على وظيفه، بس هو ما عندوش المهارات دي، فبيعتمد على المهارات اكتر من المهام الوظيفيه. والتالت ده الميكس ما بينهم، ده للناس بقى ال 15 سنه خبره فيما فوق، بيجمع ما بين الانجازات والارقام والمهارات مع بعض. فانت لازم تبقى عارف تحدد انت في انهي حته من الحته دي. تمام. بناء عليها تبتدي تشتغل على السيره الذاتيه وتبني السيره الذاتيه بتاعتك. انت لما تيجي تكتب سي في، طبعا بنكتب الاسم الاول، يعني يفضل الفيرست واللاست، او اول 3 اسماء. تمام. بعد كده رقم الموبايل بتاعك او اللوكيشن. بنكتب لو انت مثلا من الجيزه، جيزه، او القاهره، القاهره، ايجيبت. لو انت مثلا شيخ زايد او حسب المنطقه. لكن ما نكتبش العنوان بتاعنا كله، يعني العنوان بتاعنا كله ده هو مش عايز يعرفه، الدليفري بس اللي يعرفه، لكن حد تاني لا. تمام. لكن تكتب المنطقه، اكتب الزوم بتاعتك والبلد بتاعك. ولو انت بره مصر بتكتب ايجيبت بس يعني. وبتكتب رقم موبايل يكون عليه واتساب، ويفضل يكون رقم واحد عشان ما تشتتش الاتش ار ان هو يقعد يختار. طب انا هختار اكلمه عن انهي موبايل، فيبقى رقم واحد عليه الواتساب بتاعك. تمام. وبعد كده ايميل، وده طبعا لازم يكون ايميل بروفيشنال. ما نكتبش اسماء اللي هي النيك نيم بتاعتنا والحاجات دي كلها، لا، بروفيشنال ومعمول على جيميل او اوتلوك او وات ايفر، لكن محدش بيستخدم الياهو طبعا. وبعد كده بنستخدم لينكد ان، وده كتير جدا ما بيحطش اصلا لينكد ان. لينكد ان بقى اساسي دلوقتي في السكور بتاعك على الاي تي اس، لان هو بيحط البروفايل بتاعك على الاي تي اس على لينكد ان والسي في بتاعك، وبيعمل مقارنه ما بينهم. فانت لو مش حاطط الحساب السي في بتاعك، مش حاطط لينكد ان بتاعك بروفايل، فالسكور بيقل. وبعد كده طبعا دي احنا معلومات الاتصال. تاني قسم اللي هو بيبقى قسم البروفيشنال سامري، وبتختلف ما بين شخص وشخص. في ناس ممكن تكون اسمها بروفيشنال سامري، في ناس اوبجكتيف، في كواليفيكيشنز، على حسب. ولكن الشائع برضو البروفيشنال سامري بيبقى 3 او 4 سطور، بتقول انت ليه الشخص المناسب للوظيفه دي، وايه القيمه المضافه اللي هتضيفها في المكان وفي الشركه دي، وتقول خبراتك. تمام. وبناء عليها تبتدي تكتب. لكن ما تكتبش كلام مرسل ملوش علاقه لازم تظبط اصلا السي في على الوظيفه اللي انت هتقدم عليها. يعني انت اول ما بتيجي تبني السي في اصلا، تقرا الوصف الوظيفي كويس جدا بتاع الوظيفه اللي انت هتقدم عليها، وتحط المهارات اللي هم متطلبين اللي طالبينها. في مهارات بتكون اساسيه، وفي مهارات بتكون فرعيه. يعني انت حتى بتيجي تقرا اي وصف وظيفي يقول لك يفضل يكون مثلا عنده لغه تانية، او اساسي يكون مانداتوري، او اساسيه يكون عنده اللغه دي او عنده السكيلز دي. فالحاجه الاساسيه دي لازم تكون في السي في. لو هي مش عندك هتترفض. اما الحاجات اللي هي يفضل، فهي لو موجوده هتبقى حاجه زياده، لو مش موجوده مش هتاثر عليك في حاجه. بعد كده التعليم. لو انت طالب، فانت بالنسبه لك التعليم، هنحط التعليم بتاعنا الجامعه، سنه الدراسه، اسم الكليه بتاعتنا، سنه التخرج بتاعتنا، والمعدل التراكمي بتاعنا لو هو اعلى من 3.5 بنحطه. لو هو الجي بي اي، لو هو مثلا زي الفيري كود، بس اعتقد كله دلوقتي جي بي اي، صح كده؟
فهو اللي GPA اقل من 3.5 ما نحطوش في ايه في السي في. طب احنا خدنا اي حاجه في الجامعه، اثناء الجامعه مثلا اي نشاط طلابي، اي حضرنا ايفنتات، اي تطوعي، اي عمل تطوعي، اي انترشيب عملتها نكتبها قبل الاديوكيشنز. تمام. طب خدت كورسات اكتبها، خدت اي مشاريع اشتغلت عليها في خلال دراستك او في خلال اي حاجه اكتبها برضه في السيره، لان دي اللي يعتبر الاكسبيرينس بتاعتك. تمام. ان في طالب يقول لك طب انا ما عنديش خبره، انا بقدم عشان اكتسب الخبره. لا، المشاريع اللي انت خدتها في الجامعه في دراستك دي الاكسبيرينس. اي عمل تطوعي، ايفنت زي دي مثلا انت حضرتها بتكتبها، دي بروجكت، دي من الاكسبيرينس بتاعتك. ففي ممكن واحد يقول لك مش عارف ان هو عنده بس هو عنده اكسبيرينس، بس لازم يعمل عصف ذهني كده لنفسه ويقعد يفتكر التاريخ كله من ساعه ما طلع من من الجامعه لحد وقتنا الحالي. تمام. بعد كده الخبره طبعا زي ما احنا قلنا. اما لو انت عندك خبرات بقى زي الانترشيب وكده بنكتبها، بنكتب اسم الشركه، البوزيشن بتاعك او البوزيشن اسم الشركه، بعد كده انت اشتغلت من الفتره الفلانيه ايه، ونكتب وصف وظيفي لكل حاجه، نكتب انت كنت بتعمل ايه. تمام. دي اهم حاجه. خامس حاجه المهارات، السكيلز. لو انت طالب من ممكن نحطها تحت، طب لو انت حد خبره فبنحطها بعد البروفيشنال سامري. تبقى في فرق ما بين الكور سكيلز اللي هي المهارات الاساسيه، ولو حد خبره بتكون حاجه اسمها الجدارات الاساسيه. ففي فرق ما بينهم. الكور سكيلز اللي هي الاساسي بتقول بقى لو انت طبعا بتقرا وصف وظيفي لشركه، فتحاول تطلع دايما المهارات الاساسيه واللي هو عايزينها وتحطها عندك في في المهارات الاساسيه بالاضافه للمهارات الاساسيه بتاعتك. واخر حاجه بقى اي اديشنال سيكشن زي شهادات، زي ما قلنا عمل تطوعي، اي مشاريع، اي حاجه من الحاجات دي نحطها في في السي في. طب لما بنيجي نعمل بقى اهم قسم اللي هو قسم الاكسبيرينس، اللي ده كله بيغلط فيه حتى الناس اللي عندها 15 و20 سنه خبره، او بيكتب مسؤوليات ما بيكتبش اشيفمنتس او انجازات حققها. فالمعادله القويه انت بتبدا بحاجه اسمها اكشنز فيرب. تمام. اللي هو مثلا انا صممت، انا نفذت، انا خفضت تكاليف مثلا بنسبه 20%، فحقق مثلا نسبه رضا او مبيعات بنسبه كذا. انت كده حققت ارقام قابله للقياس، عكس ان انت انا درت فريق من فريق مبيعات، طب ما ذكرتش عدد الفريق ايه، ما ذكرتش ايه النسبه اللي انتوا حققتوها وايه القيمه وايه الفلوس. فانت لازم حاجه اسمها حاجه قابله للقياس، لان ده اللي بيفرق شخص عن شخص في السيره الذاتيه او الاتش ار هو بياخده ليه، ان انت ده انت هتضيف له قيمه. فانت لازم تكون حاجتك او الانجازات بتاعتك قابله للقياس. طب واحد يقول لك انا ما عملتش انجازات، ما فيش حد ما عملش انجازات، بس انت مش عارف تعمل وتطلعها وتفكر صح اللي انت عملتها. يعني انت مش عارف ايه تدونها. فانت لازم تقعد برضه تعمل تفكر كويس جدا قبل ما تكتب السي في ده. انا ايه اللي عملته في الشركه دي مثلا؟ طب انا مثلا كتبت 100 ايميل مثلا، طب وسرعه الرد كذا وهكذا. يعني الحاجات البسيطه زي الداتا انتري والحاجات دي حسب وظيفتك طبعا. فانت بتكتب اكشنز فيرب، الفعل القوي، عملت ايه وايه النتيجه اللي عائد على كده. دي تبقى المعادله الايه الاساسيه، يعني الارقام. ودي مثلا مثال، يعني مثلا من ناخد مثال على مدير تسويق قبل مسؤول عن اداره حسابات سوشيال ميديا يوميه عاديه. يعني اي سوشيال ميديا مدير تسويق يقدر يعمل ده، بس الفرق ايه بقى في بعد كنت استراتيجيه محتوى السوشيال ميديا ادت الى زياده تفاعل بنسبه 45% خلال 6 شهور. ف 45% 6 شهور. فالاي تي اس بيحب يقرا الارقام، والاتش ار نفسه بيحب يشوف ارقام، ما بيحبش يشوف كلام وخلاص. طب ممكن نقول شويه اخطاء في السيره الذاتيه بتبقى السبب ان السي في بتاعك بيترفض. يعني دي مهمه جدا لحد ما نشوف البرزنتيشن. يعني انا هزود على الحاجات دي شويه. طيب اول حاجه ان انت ما تراجعش السيره الذاتيه بتاعتك قبل ما تبعت، يكون فيها اخطاء املائيه، لان مهما كان الاي تي اس في الاول وفي الاخر هو روبوت اي اي. لو انت عندك كاتب كلمه غلط، السبيلنج بتاعها غلط، مش هيفهمها، مش هيقول لك لا انت قصدك كذا، لا مش هيفهم كده. تمام. فانت لازم ترجع مره واثنين وثلاثه. طول السيره الذاتيه لو انت حديث تخرج وما عندكش خبرات الكافيه، فانت صفحه واحده كافيه. اكتر من صفحه لو انت عندك خبرات بقى في عمل تطوعي، بتشارك في نشاطات، فمحتاج ان انت تحط سيره يعني صفحه تانية. الصوره الشخصيه، يعني كتير جدا جدا بيحط يقول لك الصوره الاساسيه، لا الصوره ما بتتحطش اصلا. يعني يعني انترناشونال ستاندرد هو ديسكريميشن، يعني عنصريه وتحيز. اللي انا ممكن اعين شخص اصلا بسبب شكله. يعني ممكن يكون واحد انا يعني سوري في واحده
ما تعينش واحده بسبب ان ممكن احلى منها عشان شاف الصوره احلى منها عادي، نفسنا بقى بتاعت البنات انتوا عارفينها دي، تمام، فما تعينهاش، تمام، والله بتحصل. وممكن واحد يشوف واحد تاني يلاقي برضه شكله مش عاجبه فانا مش عاينك، مش هيبص في السي في اصلا. فالناس اللي حطوا الستاندرد بتاع الاي تي اس قال لك انا هعتمد على مهاراتك وخبراتك بس. لو انا الشغل بتاعي او الاندستري بتاعي متطلب صوره فانا هطلب منك انت تحط لي صوره، زي مثلا هوسبيتاليتي، زي بتوع البي ار، زي اللي بينزلوا مؤتمرات الاشرز والحاجات دي كلها، فمحتاجين او العلاقات العامه بشكل عام بيبقوا عايزين ايه يعرفوا شكلك عشان ايه يشوفوا انت مناسب ولا لا. لكن معظم الوظائف ما بتطلبش الوظيفه، ولو طلبتها بتعمل لها اتاشمنت منفصل عن السيره الذاتيه. وحتى لما تيجي تعمل صوره بتكون شكل بروفيشنال، يعني ما تحطش ما تستخدمش فلترز كتير، ما تستخدمش اضاءات مختلفه، لبس يكون فورمال، ما يبقاش صوره سيلفي، تكون كتافك زي اكنك بتصور صوره باسبور بالظبط، تمام. وتستخدم لغه، تاني حاجه ممكن ايه كمان بعض الحاجات اللغه السلبيه، يعني زي مثلا بدلا ان نلاقي مثلا كنت مسؤول زي احنا شرحناها تقول انجازات اكتر. وما تكتبش في السيره الذاتيه ضمائر ملكيه اللي هو اي ام وماي ومي، الحاجات دي كلها بتتكلم دايما يعني بلغه الثيرد بارتي او الضمير المتكلم، يعني حد كأن هو بيحكي السي في عنك، مش انت اللي بتتكلم عن نفسك، لكن حد بيعمل لك برزنتيشن للسي في بتاعك. فدايما ما نكتبش ضمائر ملكيه خالص في السيرات الذاتيه، تمام. وزي ما قلنا معلومات الاتصال ما تكونش ناقصه، تحط سي في، تحط صوره، تحط رقم ما يكون مثلا مش عليه واتساب، او مش متاح معظم الوقت. ما نعملش جرافيك، ما نحطش الوان، هو ابيض واسود بس، ما يستخدمش تابلت جاهزه من على كانفا او باوربوينت او اي حته او على وورد وبس. والخطوط يعني نحاول دايما نحطش خطوط مش سهله، يعني زي الكاليبري والاريال، الحاجات دي سهله القراءه بشكل كويس جدا يعني. ماشي، زي ما احنا قلنا دي اخر حاجه بقى، اللمسات الاخيره. اهم حاجه لازم يكون السي في بتاعك سهل ومريح للعين، يعني عشان ما تضغطش السي في بتاعك في صفحه واحده فيبقى الكلام كله لازق في بعضه، وده غلط جدا. لازم يكون واخد كل الكلام، واخد مساحته في القرايه عشان يبقى اعرف اقراه ويبقى مريح للاتش ار يقراه بشكل كويس جدا. تستخدم خط كويس جدا، ما تعملش الكلام كله بولد، حاجات معينه يعني رؤوس موضوع، يعني الريتم مثلا يكون 18، الفونت بتاعه 18، ده اكبر حاجه في السي في. بعد كده لو جهاز اتصال بتكون 11، وحسب نوع الخط، يعني مثلا الاريال خط كبير وعريض شويه بياخد مساحته في الوورد، فنحاول نقلله شويه، تمام. والهيدرز مثلا ما يزيدش عن 12، والتكست بقى الحاجات الاساسيه 10 10 ونص، تمام. وطبعا خليناه زي ما احنا قلنا كده. والهوامش طبعا لازم تاخد بالك من الهوامش دي، مهمه جدا. والتول زي ما قلنا صفحه لو انت مش محتاج اكتر من كده. وصيغه الملف تحفظه بي دي اف عشان انت مش ضامن، مع ان الاي تي اس معظم الاي تي اس بيحبوا الوورد عن البي دي اف، ولكن عشان تبقى برضه انت مش ضامن اللي هيشوف السي في بتاعك بيستخدم انهي وورد، فالبي دي اف بيحافظ على اتساق السيره الذاتيه وشكلها وطولها. انا كده خلصت. لو حد عنده اي سؤال انا تحت امركم يعني.